السلام عليكم. اليوم جبت لكم هاد البسطيله هذه اللي كتجي واعره ولذيذه بكل المعنى. يعني لا ديكور لا مذاق، كتجي لذيذه وكتصدق كاع المبتدئات، حتى هما يمكن ليهم يديروها. اول حاجه درت هنايا، خديت الماء تغلى، خليته تغلى، ودرت في واحد الشبكه درت فيها القشور ديال الكروفيت باش يتسلق فيها، ماشي يتسلق، غير درتو شويه وحيدته تعطاني بحال هكا هاد الشكل. درت هنا 4 ديال الشعريه ديال الروز، شويه د الملحه وشويه ديال الكنور ديال الحوت. هنا خديت القزبر معدنوس طحنته وضفت عليه 2 حامضات مصيرات، 4 ديال الثومات فصوصات وبصله وحده، طحنتهم معاه، ومن بعد ضفت عليهم شويه ديال الهريسه والمطارد. هنا عندي الكمون والتحميره والابزار والخرقوم والعطريه ديال الحوت وشويه ديال الثوم والملحه، ضفتهم على هذاك القزبور معدنوس ديالي مع هذا الكاس الا ربع ديال زيت العود، خليته تولي عندي على هذا الشكل. من بعد غنضيف هاد التشرميله هذه، غنضيفها على لا فيرميسيل اللي بعد ما صفيتها وقطعتها، وشويه ديال الزيتون مقطع. غندوز الحوت ديالي. هنا عندي بالنسبه للفرخ عندي كيلو ونص، درت عليه داك التوابل وخليته تيتشرمل شويه. عاوتاني خديت سيبيا، درت هنا نص كيلو، ضفت عليه كذلك التوابل وشرملته فيه وخليته على جنب. يعني انا كناخد هذيك نفس الكميه ديال المقادير كندير على كاع الحوت ديالي. انا خديت الكروفيت عندي كيلو الا ربع ديال الكروفيت، كذلك شرملته فيها. هنا من بعد ما شرملت كاع هذاك المكونات اللي عندي خليتهم على جنب، ودزت خديت المقله ديالي درت فيها شويه زيت العود، حطيت داك الكروفيت وضفت عليها شويه ديال الزبده، يعني باش كنشحر بالزبده وشويه ديال زيت العود. بالنسبه لكل المكونات، انا السيبيا سلقتها واحد شويه حتى كتبخ وكنحيدها وكنحطها في المقله باش تحمر ليا شويه. هنا ضفت شويه ديال المطيشه د الحك، بامكانكم ديروها في الاول، انايا درتها يعني حتى تفكرت عاد درتها. هنا خديت عاوتاني واحد الكاسرونه كبيره ودرت فيها ديك الفيرميسيل ديالي مع الزبده والزيت العود. انا كنزيد وانا كنخلط باش تدخل ديك الزبده في كاع الفيرميسيل ديالي. وهنا من بعد ما تشحر ليا داك الفرخ، خديت واحد المقله اللي غتدخل الفران، درت فيها الزبده والكروفيت اللي غنديرو للديكور، خديت الشامبينيون ضفت عليه نفس المكونات وخليته يتشحر. بعد غندوز البسطيله ديالي، درت هنا الورقه الاولى كندير فيها الهريسه مع الزيت العود مع الزبده، وكنبقى نعمر بها هذيك الورقه ديالي عاد باش كنحطها تنشكل. هذا كنحط ورقه حدا ورقه وانا غاده كنكمل حتى الدواره ديالي، عاد باش كنحط الفيرميسيل ديالي هي الاولى، كندير نص ديال الكميه اللي عندي، عاد باش كندير داك الفرخ اللي عندي، وكنضيف شويه داك الكروفيت ديالي، عاد باش كندير السيبيا ديالي هي والشامبينيون، عاد باش كندير ديك الكميه الثانيه ديال الفيرميسيل. يمكنكم ديروا الفرماج لداخل، حنا ما درناش. هنا من بعد ما جمعت هذاك الورقه ديال البسطيله ديالي، درت عاوتاني داك الهريسه والزيت العود والزبده من الفوق، عاد باش درت عاوتاني هاد الورقه من الفوق اللي غندخلها من الجناب، غندخلوها شويه شويه من الجناب، عاد باش غنطبطبوا عليها هكا من الفوق. غندير شويه الزبده في يديا وغادي نلصقو هكا من الفوق، عاد باش ندير هذاك الخليط اللي قلت لكم ديال الهريسه، عاد باش غنطلع هي كامله بالهريسه. غندير واحد الورقه احتياطيه من الفوق، يعني باش متهرش لينا ملي تكون كطيب هكذا، وكندخلوها من الجناب. جربوها راه ساهله، كتجي ساهله هاد البسطيله هادي كيف كتشوفوا معايا الشكل ديالها. هنا غادي ندوز نصيب ديك الورقه اللي غادي نديرها من الفوق كديكور. كيف كتشوفوا معايا غناخد كل ورقه غادي نطويها، عقلتو ديك الفرفاره اللي كنشيو بها، كتبقى طوي هاد الجهه وكتعاود تقلب الجهه الاخرى. غنديرها بالنسبه لهاد الطريقه، غنديرها 4 الوراق. عاد باش هذيك لاطونيت غندير فيها شويه الزبده وغادي نلصق هذوك الوريقات ديالي وغنشكر واحد الفراشه بحال هكا. عاد باش غناخد ديك الهريسه والزيت العود والزبده الخليط اللي خلطت قبيله، غادي نضيفو عاوتاني من الفوق ديالها باش تحمر. وجربوها راه كتجي لذيذه وسهله، بالنسبه للديكور حتى هو ساهل، وحمروا جهات وجهكم مع الضيوف ديالكم وبالصحه والراحه.